مساء الخير يا حبيب قلبي. اوريكم بقى الحاجات اللي انا جبتها، بس في حاجات انا جبتها النهارده دلوقتي. العيش ده بيبقى لازم عندي عشان ايكا والقطط مش بينفع ياكلوا العيش اللي هو الاستثماري، اللي هو العيش الغالي. ففي فرن كده انا بروح اجيب منه من بعيد. وجبت لبن، ده جبته النهارده الصبح وانا بجيب العيش، ومكرونات. المكرونه طبعا مفيش حد بيستغنى عنها خالص، فبنستهلك مكرونات كتير وبتخلص بسرعه. المكرونه بتكون لازمه في البيت. وحبيبه قلبي الجبنه ريكفورد، دي من الحاجات الاساسيات عندي، بس طبعا انا ما قدرتش يعني ان انا ما زورهاش، فزورتها زياره كده عابره، اكلت منها. وجبت بيض، جبت كرتونه صغيره، وجبت الكابوتشي ده، بس غالي في الماركتات، ده بيبقى غالي، في الاسواق بيبقى ارخص يعني. ما شفتهوش قدامي، مع اني مره شفته عند حد بس ما كانش في دماغي اني اجيبه، فانا جايباه عشان الكولسلو. طبعا الكام ورقه اللي بره دول لازم هيتشالوا خالص. وجبت طبعا البروكلي. انا اساسا ما كنتش رايحه عشان اجيب كل ده، مش عارفه انا كنت رايحه عايزه ايه يعني. جبت بروكلي ده للسلطات وللكيرل، واللبن الرايب طبعا عشان الكيرل برضو معاه، انا بحب النوع ده جدا. وجبنه رومي، بحب الجبنه الرومي البطارخ، مش القديمه، البطارخ. فمش اي حد بلاقيها عنده خالص يعني، ممكن كل واحد اروح له يقول لي هي فاجيب طمن. طبعا بتبقى مش هي، هم عايزين يبيعوا بس. طبعا انا بفهم الجبنه الرومي كويس قوي. وجبت جبنه رومي من غير ملح، ودي التلاجة المزبدة انا بحبها جدا، دي بتبقى حلوة قوي في الساندوتشات مع الفينو او الباجيت او العيش العادي مع الشاي بلبن. وجبت اللانشون، لانشون طبعا مش للبيت، للقطط، بس انا اكلت منها قطعة وفتحتها. هو اول ما دخلت شموا ريحتها فاكلوا منها، بس طبعا انا منع الولاد لانشون تماما، ممنوع ان ياكلوا منه خالص، فبخليه للبيتزا. باخد منه قطعتين تلاتة كده وبشيلهم للبيتزا وبحطهم في الفريزر. بس هو اساسي انا بجيبه للقطط، انا ممنوع عندي الولاد يعني. انا منع الحاجات اللي انا بخاف منها حتى لو كانت جودة عالية واماكن مشهورة او مصنع مشهور، انا برضو بخاف ان هما ياكلوا منها، فمنعاها تماما. افتكرت انا كنت رايحة، لا مش عشان الفلفل اسود، انا جبت فلفل اسود، انا بجيبه حب وبعمله هنا في الخلاط. لما بكون يعني محتاجة قوي بجيب كمية صغيرة قوي مفروم، بس احسن ان انا اعمله في البيت. وجبت كزبرة وكمون وشطة، لان انا رهيبة في اكل الشطة. ولقيت البردقوش حلو قوي وفريش، فجبت شوية، انا عندي شوية بس جبت برضو. وروزماري، انا بقى كنت رايحة عشان ده البرغل، كنت رايحة عشان البرغل لان انا عايزة اعمل كبة، هي الكبة الصيني، مش الكبابة الصيني، الكبة السوري، فلازم برغل. وعلشان التبولة والفتوش لا غنى عنها يعني، وكفتة مشوية بعملها وادخلها في الفرن. وانا كنت رايحة ان عندي سوبر ماركتات كتير، بس بنسى يعني، كل ما انزل او ابعت حد يجيب لي حاجة بنسى برضو البرغل. فانا كنت رايحة اساسا عشان اجيب ده، فجبت الحاجات دي كلها. وجبت كيس فريك. انا بجيب في حاجات كده، بجيب انضف انواع فيها، لان انا حقيقي يعني فاشله جدا في حته ان انا ممكن انقي رز، انقي برغل فريك،
ما بعرفش انقي، ما مش بعرف خالص. فدايما في الحاجات دي بالذات لازم اجيب الحاجه اللي هي تكون نظيفه، مش محتاجه ان انا انقيها يعني. وجبت ايه تاني، جبت القشطه، ما لقيتش النوع اللي انا بجيبه، فجبت دي كويسه هجربها عشان ليلي لبنان عزيزية بتنفعني. ولقيت القوطة 3 ب10 زي ما بسمع فعلا، دول بقى من السوق وانا بجيب العيش، جميلة جدا. فجبت يعني عندي قوطة، قلت مش هتخسر القوطة، مش هتخسر. وجبت بقى لحبايب قلبي القطط الجبنة النستو دي رخيصة جدا. كنت زمان لما كان في مثلا قطة 2 كنت بجيب ديري و اسمها ايه يا ربي، بريزيدون وكيري. دلوقتي اما تينا بقى جابت بيبيهات صغيرين، قطط صغيرة، فبقوا بيحبوا الجبنة النستو كتير، فدي رخيصة. وهما من اول ما اتولدوا بدأوا ياكلوا، عودتهم على النوع ده الحمد. ودي تكملة بقى المشتريات اللي انا جبتها من امبارح، كملتها النهاردة. حاجات بسيطة انا مكنتش محتاجاها، بس انا نزولي كده بيبقى مؤذي. يا رب الحاجة تكون كويسة يعني، وأكون أفدتكم. جبنة رومي بس اللي أنا مش بلاقي البطارخ اللي أنا بحبها قوي للأسف. يا رب الفيديو يكون كويس، وهشوفكم على خير في فيديوهات تانية بقى، نعمل أكلة كده وصفة جميلة إن شاء الله. خلوا بالكم من نفسكم، الله يخليكم، خلوا بالكم من نفسكم من ولادكم، وربنا يبعد الشر عنكم وعن كل الناس.